السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل وخارج ارض الوطن. جيتكم في فيديو جديد دائما ومع الطفل اللي هشام اللي اختفى على الانظار قرابه شهر تقريبا. قبل ما غادي نبدا في الفيديو غنبغي نشكر كل المنضمين الجدد للقناه ديالي. غنشكركم على لي لايك ديالكم، على التشجيعات ديالكم لهذا المحتوى. ودائما الغرض من هذه القناه ومن هذا المحتوى هو مواكبة أي قضية من قضايا الرأي العام أو القضايا اللي تتهم المغاربة ككل. إذا غنمشيو نهضروا اليوم على هشام، وغادي نهضروا على الطيابة ديال العرس. شنو قالت في هذه القضية هذه؟ قالت أنها آخر مرة شافت هشام فهو كان جا عندها وعطاتو شويش ديال الخبز مع شوية ديال اللحم، يعني كلاهم ومشى مع خو العريس. يعني هاد المعلومه اكدت عليها، مشى مع خو العريس. قالت تما غبر ما بقيتش شفت ليه الاثار، يعني كانت هذيك هي اخر مره شافتو هاد الطيابه. حاجه واحده اخرى، حنا عارفين ان خو العريس يعني مهووس باي حاجه عندها علاقه بالبحث عن الكنوز وتيشتغل مع الناس في هذا الاختصاص هذا، الاخ ديال العريس بطبيعه الحال. ف كيف ما بزاف ديال الناس قالوا، شفتوا انا حتى في لي كومونتير، فكل شيء يشير باصابع الاتهام لخو العريس، لانه كيف ما قلت مهووس بهذا الشيء ديال استخراج الكنوز وبهذا الشيء ديال تيمشي مع الفقهاء، تيمشي مع يعني بزاف د الحوايج، يعني عنده هوس ومحب لهذه المساله هذه او لهذا الجانب هذا. إضافة إلى أنه كيف ما قالت دابا الطيابة هو آخر واحد كان رافق هشام وغبر ليه الآثار. إذا مجموعة من الدلائل ومجموعة من الحيثيات تخلينا نشيروا بأصابع الاتهام لهذا خو العريس. فعلى السلطات أنها تزيد تعمق معاه البحث والتحقيق لعله يكون عنده علاقة مباشرة بالاختفاء ديال هذا الطفل. احنا دابا ما عندناش الغرض، عندنا الغرض هو ان هشام الا كان مازال على قيد الحياه يرجع لوالديه ويرجع لنا حنا المغاربه، لان هشام ولدنا حنا كاملين. وبصراحه مقطع علينا قلبنا، على الخصوص من تنشوفوا داك الخرجات الاعلاميه ديال الام ديالو والاب والام على الخصوص، يعني تتبكي وتتقول لك انا ولدي ضاع من تما. كاينه يعني من الدار ديال العرس. فاش غنقول لكم، انا دائما تنقول لكم والله يعني اش نقول لكم، يعني 100% راه العلاقه عندها يعني كاين المساله ديال استخراج الكنوز وديال السحر والشعوذه في هذا الاختفاء هذا. لانهم علاش ما خداوش واحد اخرين، خداو بالضبط هشام وما خداوش جوج اطفال او ثلاثه. يعني ما كاين لا هذه ولا هذه. القضيه عندها علاقه بالكنوز او بالبحث عن الكنوز وباستغلال الاطفال اللي تنسميهم حنايا الزهريين. عندهم شي علامه ما عرفتش فين. هشام يراج ان كانت عنده علامه في عينيه، يعني زهري من عينيه، هذا ما يروج. ولعل هذا اخ العريس عنده يد في هذه المساله هذه، لانه بطبيعه الحال عنده علاقه مع الفقهاء، عنده علاقه مع الناس اللي تستخرج الكنوز. فلربما هو كان سلموا لهم مثلا او كان وسيط في هذه المساله هذه. احنا ما تنتهموش، ولكن احنا بغينا هشام يرجع لينا، واي خيط بان لينا تنتمسكوا به وتنحاولوا تنوير الراي العام، وتنحاولوا حتى يعني المسؤولين ولا هذه. راه بعض المرات يعني مواطن بسيط يقدر يفيد في شي حاجه اللي مهمه بزاف، ويقدر يخلي المحققين ويخلي الامنيين يعني يمشيوا ويباشروا يعني التحقيقات ديالهم من جديد. يعني هذا ماشي عيب اننا في كل مره نهضروا على هذه المساله هذه ونهضروا على هشام ونجبدوا الموضوع ديالو باش ما يتنساش. حنا نقدروا نهضروا على مواضيع بزاف، ولكن بغينا نهضروا على هشام ونهضروا على انوار باش تاخذ حقها هذه القضايا اللي هي قضايا راي عام مغربي، تاخذ حقها والحقوق ترجع للاهل ديالها. وهشام الا كان مازال حي يرجع لينا، لان الا كانوا غير خاطفينه شحال قدهم يصبروا، انهم غيخافوا على راسهم. والمسؤولين والامنيين والشرطه والدركيين كل شيء قايم يعني بالمهام ديالو على الوجه الاكمل. وتنقولوا من هذا المنبر نتوما اللي خاطفينه ولا نتوما اللي استغليتوه ولا نتوما اللي قتلتوه، فعن قريب ان شاء الله غادي تكشفوا، غادي يتكشف الامر ديالكم وغتعرضوا على القضاء وغتاخذوا العقوبه ديالكم. حاجه وحده اللي تنطلبوا هي ان هشام يكون مازال على قيد الحياه. هذا هو يعني الطلب ديالنا، تنطلبوا الله سبحانه وتعالى يكون هشام مازال على قيد الحياه. حتى وان تم استغلاله في مساله الكنوز، غنبغيو
انه يكون يعني ما ماتش، يعني ما قتلوش، لان هاد الناس هادو خوتي اللي تيديو الاطفال وتيحاولوا يستخرجوا بهم كنوز ويعزموا عليهم الى اخره، فراهم تيكونوا مجردين من مشاعر انسانيه، راه تيذبحوا بعض المرات اطفال. شحال من طفل تم الذبح ديالو على القبر باش يجبدوا باش يجبدوا داك الكنز، يعني راه تيكون تيشوفوا غير الفلوس، تيبان لهم حداهم غير الكنز وغير الماده، لا غير تنساو ان الله سبحانه وتعالى يعني راه عز داك الروح وعطاها، يعني هو اللي خصو ياخذها. علاش حنا ندخلوا وناخذوها باش نحققوا واحد شنقول لك باش نوصل لواحد الغرض مادي ولا غير مادي، ما تيهمناش. الروح عزيز عند الله، والله اللي عطى الروح هو اللي خصو ياخذها، ماشي حنا نسلبوها للناس. والمشكله كحلال الاناس ابرياء، اطفال مازال ما داروا لا بيديهم لا برجليهم، مازال صغار. هذا هو المشكل، وهذا هو شنقول لكم هذا هو العيب اللي ولينا تنشوفه. املنا في الله سبحانه وتعالى ان عن قريب نسمعوا شي خبر زوين على هشام ويرجع هشام للوالدين ديالو. دعواتكم اخوتي لهشام ان شاء الله باش يرجع سالم غانم لوالديه، وتكون هذه محنه وتكون هذه ازمه ودازت وعدات، وترجع الامور او المياه لمجاريها، والمجرمين ياخذوا العقاب ديالهم. لان هادشي بزاف صراحه هي البلاصه اللي انا ساكنه فيها، المنطقه اللي انا ساكنه فيها مؤخرا تم اختطاف جوج الاطفال، بنت وولد، ولحد الان غبر لهم الاثار، ما عرفوش شكون اللي خطفهم او لا شنو كاين. يعني حنا انا نقول لكم خاص المسؤولين يتحركوا، راه كاين عصابات يعني منظمه ديال هاد المساله ديال البحث عن الكنوز، وتستغلوا الاطفال الصغار، يعني تحت السن ديال 12 عام 13 عام. راه الواحد كيف ما تيقول يقدر يصيفط ولده غير حدا الباب، يدي غير لابوبيل مثلا ولا هادي يشدوه يديوه. يعني راه ما بقيناش عايشين مرتاحين. شفنا شحال ديال الدراري شنو مختفون، كيف ما الطفل هشام مشى وما رجعوش، كاين اللي صغير، كاين اللي 12 عام، كاين اللي 10 سنين. علاش؟ يعني داوهم ناس اللي هما منعدمين الضمير، ناس اللي هما منعدمين الانسانيه، الناس اللي هما اقرب للحيوانيه منها للانسانيه. يعني خداوهم تعداو عليهم بدم بارد، مازالين عايشين بيناتنا ومازالين تيمارسوا حياتهم يعني باريحيه، ولا ربما اغنياء، لان حنا عارفين هاد الكنوز وهاد الشيء راه فلوس صحيحه فيه. فنتمنى من الامنيين يعطيو هاد المساله هذه واحد الاهميه كبيره، وتم محاصره كاع العصابات اللي كاينين في المغرب كامل اللي يديروا هاد المسائل هذه الشيطانيه. فلا حول ولا قوه الا بالله، نرجعوا نقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وان شاء الله عن قريب نسمعوا اخبار طيبه واخبار زوينه على هشام، ويرجع لوالديه وتفرح بهم ونفرحوا حنا كاملين، ويكون عيد ان شاء الله. ف هادشي اللي كاين اخوتي، ما تنساوش تبارطاج الفيديو، وكلنا هشام وكلنا انوار ان شاء الله، حتى يبان الحق وحتى يرجع هشام للوالدين ديالو.